لما يكون بني ادم مدرب او لاعب متعاقد مع نادي محترم زي الزمالك خلاص، وده حصل قبل كده في الاولاني اللي اسمه بشير. مع احترامي طبعا لنادي الشباب اللي كان شباب ولا الشباب السعودي، وجالي هنا نائب عن الامير عشان يشوف التعويض، ما تاخدش تعويض، نادي الزمالك اكبر بناخد تعويض، انما الراجل ده فاشل وهتشوف غلب 7 ماتشات طردوه. لانه نادي الزمالك ومصر بالذات عندها مناخ محترم. هو لو انا بقى بتدخل خلاص، كان اول ما راح السعوديه خد دوري وكاس وكل حاجه. طب ده كويس، لو انا بدخل هنا يبقى انا جبت الدوري ويبقى انا جبت الكاس، يبقى اقعد ادخل على طول. انما احنا عايزين نشتم وخلاص. الراجل التاني اللي اسمه فريرا دوت، طب انا من شهر ونص قلت عليه فاشل. لان في القعده هم قاعدين وانا قلت له اول مره اتكلم في تشكيل، انت هتتغلب. قال لي لا انا هكسب الاهلي، قلت له والله هتتغلب. فالمستشار احمد جلال هنكسب باذن الله، قلت له لا ربنا ما بيجيبش متواجد، التشكيل اللي عامله ده تشكيل عند، تشكيل واحد عايز يتغلب عشان يمشي ويستفزنا. فانا بتحمل مسؤوليه وجلال تتحمل مسؤوليه، فاتغلب. اسيبه؟ اجيب له رقاصه؟ قلت له يا فاشل. وكل المداخلات في كل القنوات بتلاقي علي حنبله يعمل مداخله مع خالد غندور ولا مع حازم ولا مع الاخ سيف ولا مع شبير، يقول له ايه؟ ولا مع كريم، يقول له هذا التشكيل والمدرب فاشل، محدش بيتكلم. لكن اول ما مرتضى منصور يتكلم يولع فيه وضربوه بالرصاص.